السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة تخزين البسلة في الفريزر عشان تقعد معانا فترة طويلة. طبعا هي في السوق دلوقتي سعرها كويس، فنجيبها ونفصصها الاول كده عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نعملها ونشيل معاها الجزر، وممكن نشيل الجزر لوحده. قربنا نخلص اهو. بعد ما هنخلصها طبعا هنغسلها كويس بالميه. عشان كده انا عملتها في مصفى عشان اشطفها الاول. لما نيجي نشتري بسله يستحسن نشتري البسله اللي هي المليانه، متكونش فاضيه، وتكون البسلايه كده كبيره عشان بتطلع معسله وحلوه. وكمان لما بتكون البسله حلوه بتستوي معانا على طول. في انواع بسله ساعات ما بتستويش قوي وما بتبقاش طعمها حلو قوي. اهو خلصتها كلها. دلوقتي بقى هروح اشطفها بالميه اغسلها كويس، بعد كده هوريكم هنعمل فيها ايه. ومعانا البسله اهي غسلناها كويس قوي، ومعانا حله على النار هنحطها ونحط فيها ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نولع عليها ونسيبها تغلي كويس. هننزل بقى فيها البسله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بقى تغلي كده دقيقتين 3. اول ما لونها يغير هنطلعها ونصفيها.
بس هتشوفوا دلوقتي لونها هيغمق وهيبقى اخضر قوي معانا. دقيقتين 3 بس على النار وهنشيلها. لو في اي قشره او اي حاجه ما طلعتش طبعا وتتغسل عشان المصفى ضيقه نشيلها. اهي سيبناها تغلي حوالي دقيقتين 3 اهي ابتدت لونها يتغير معانا. خلاص هنطفي عليها بقى ونصفيها. هنصفيها في المصفى كويس بس مش هنشطفها بميه بارده، احنا هنصفيها بس ونسيبها. اهي البسله صفيناها كويس من الميه، هنسيبها بس تبرد سنه كده وبعد كده هنعبيها في الكيس. دقيقتين بس كده وهعبيها على طول. وهنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. انا ده كيلو ونص معايا، هعمله على 3 اكياس. والجزر هشيله لوحده لان انا الجزر ساعات بستخدمه في حاجات تانية غير البسله، فهشيله لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبقى على 3 اكياس. طبعا كل واحد على حسب عدد افراد اسرته قد ايه هيشيل الكيس قد ايه. انا هعملها على 3 اكياس عشان ايه احنا اسره صغيره. الله اكبر الله اكبر. انا هقفل عشان الاذان. دلوقتي هنفضي الهواء منها كويس قوي كده، بعدين نربط الكيس كده. هي لسه سخنه معانا طبعا، مش هنشيلها في الفريزر الا بعد ما تبرد خالص، وبعد كده نشيلها في الفريزر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.